لفائدة النخبة الوطنية. محاولة التمرير من جديد لفائدة النخبة الوطنية. الآن تعود المغربية، فرصة للتقدم خطيرة. بول تو ماتش على مستوى انضباطه التكتيكي قد يجعله ربما مفاجأة المجموعة الثامنة. لما لا تحقيق نتائج طيبة؟ صحيح الخصم لو سيكون صعب قيمة المنتخب الألماني، لكن في أمل قلنا أن يتم تحقيق للقيام بالتغيير، بذلك يخرج إيمان سعود ويدخل فاطمة قراوت. إذن خروج إيمان سعود، تغادر إذن سعود في هذه اللحظات لاعبة سيرفيت وتدخل مكانها لاعبة فاطمة التاغراوت، لاعبة ريفار، لاعبة الجيش الملكي. أول تغيير بالنسبة للمنتخب الوطني المغربي، فيما الأنظار كالعادة على أليشا ليمان التي غادرت مع بطبيعة الحال مع بداية الشوط الثاني. تم تغييرها أليشا ليمان رقم 23. تابعنا في الشوط الأول، كانت متحركة هذه اللاعبة، وبذلك وصل المنتخب السويسري في هذه الجولة الثانية. تمرير الكرة بجانب غزال الشباك، مشى التمرير على المقياس من سلمى ماني، وصلت الجهة من عرضية خطيرة وتضيع الكرة لفائدة المرات في الشوط الثاني. تحرك بداية المنتخب السويسري بتسديدة كومباسو، وردة الفعل كانت بتمريرة على المقاس من سكان ذاك الوسطى، ولكن كرة بعيدة عن روسيلا أيان بعد متابعة جايل تارمان. تمشي كرة لعرس المنتخب الوطني غسل الشباك، محاولة الإبعاد في ثنائية دور الأبطال التي لن يسار رينالد بيدروس رفقة نادي اليوم الفرنسي، لقبين على مستوى البطولة، لقب على مستوى الكاس، وبذلك هذه التجربة يريد بسرعة من الأشياء اليمنى. سكينة ذكر وزراوي، سكينة تخرج الكرة، هناك لاعب سقط بالفعالية. يعتري هذه اللقطة عملية الإبعاد ثم الاصطدام. التطرف بين لعبة المنتخب الوطني ولعبة المنتخب السويسري كانت أقولش لقطة عادية، لكن ما كانش اصطدام اللي قوي بطبيعة الحال، لكن ربما يصاب على مستوى الركبة، كان له تأثير كبير بالنسبة لزينب الرطواني. كان التدخل بالشكل لحظة الاصطدام وسقوط اللاعبتين معا في لقطة طريفة. التعادل الخامس بالنسبة لهذه المدربة مقابل هزيمة وحيدة. كل اللقاءات كانت ودية، وبذلك في انتظار ما هو بالطبع تفاصيل هذه المباراة على بعض الوجوه الكروية لتحضر هذه المباراة الودية السويسرية المغربية. من الأشياء اليمنى يرفض التماس، لن تستثمر اليوم كذلك نفس الشيء أمام المنتخب السويسري بشعار إن لم أسجل فلن تسجل في مرماي، لكن أمل أن يسجل لوسط الميدان. هنا تترك مبدأ إتاحة الفرصة الحكمة إلى ألمانيا عبر خط الوسط. تقدم، محاولة الاختراق من الجهة اليسرى، تمريرة روسيلا. يا روسيلا كأنه وضعت روسيلا أخرى وليس روسيلا اللي تابعناه في بداية. جمالية الأجواء وجمالية الصورة في هذه المدينة الجميلة، جميلة في كل شيء، مدينة الثروة الثقافية والأثرية والداعم تساند حضارة الوطن المغربي في هذه المباراة أمام المنتخب السويسري. لكن تنتظر الهدف وتريد أن تحتفل بهدف في مرمى الفين. مشات كرة أمامية، التغطية دفاعية من طرف عناصر المنتخب السويسري من نويل ماريتز، لعبة الأرسنال التي دخلت قبل حدث كرة مغربية. يلا بحث عن التسديد، عندنا سكينة ذكر وسراوي، لكن لم تستثمر إمكانياتها وقدراتها الفنية. فقط هي مسألة الثقة والشجاعة بالنسبة لسكينة ذكر وسراوي. انطلاقة من الجهة اليسرى، 3 ضد 3. حذاري من السويسريات، حذاري والمنتخب السويسري. لكن هنا التغطية بالطرف ياسمين مرابط، جانب مرمى جانب رامونا باشمن، ابعاد من جانب دفاع المنتخب الوطني.
هجمة مرتدة سريعة، تمرير من فاطمة جراوت، بعيد الجماهير المغربية. هذه الجماهير المغربية أن تنتهي المباراة وينتهي هذا المعسكر، ولقاء المقبل الأخير الودي للنخبة الوطنية أمام كولومبيا. إعادة للكرة الأخيرة هنا نفذت بهذا الشكل من راس عملية الإبعاد، سقطت بعد ذلك حنان تلحاش الوطني. مسعفات طبيبات، وهي المرأة المغربية اللي دائما حاضرة في كل المجالات بدون استثناء، ما شاء الله. هي زينب تفتك الكرة منها، مشيت مباشرة عبر تلحاج اللي بدأت مسيرة رفقة رجاء قدير، ثم بعد ذلك صوب فريق الجيش الملك. استقطاب مجموعة من مواهب المغربية من مختلف أرجاء الوطن. المرحلة الأولى مرحلة الاكتشاف، مرحلة المواهب، مرحلة العصب، بعدما كانت شاركت في البطولة 6 عصب جوية. الجيش الملكي بطولة إفريقيا بالنسبة للأندية، بالنسبة لفريق الجيش الملكي والتغطية كانت مجانب دفاع فريق الدفاع المنتخب الوطني تسدد بعيدا عن مرمى الحارس خديجة رميشي. سلامتي خديجة رميشي. وبعد ذلك سنة إفريقيا وتأهل المنتخب الكبيرات لنهائيات كأس العالم أستراليا نيوزيلندا 2023، وكذلك وصول منتخب الوطن المغربي لقلب 17 سنة لنهائيات كأس العالم بالهند نسخة 2022 لكل المنتخبات بدون استثناء. تغييرين بعد الحدث من جانب النخبة الوطنية، تسعد ابتسام جرايدي وتسعد نسرين الشاد، لاعبة ليلى الفرنسي نسرين الشاد، وكذلك المهاجمة ابتسام جرايدي لاعبة فريق الجيش الملكي. ابتسام جرايدي الحدث ستدخل. تغييرين من جانب رينالدو بيدروس في حدود دقيقة 72. كرة من الطرف الايسر لفائدة فاطمة تاغناوت، انطلاقة من جانب تاغناوت، تمريرة أمامية، ثاني تمريرة منى باشمان، طويلة تمشي عبر ماسو عبر الاطراف من الجهة اليمنى من جانب البديل نويل مارتيز لاعبة الارسنال، تمرير الكرة عبر من خط الوسط لفائدة النخبة السويسرية من جديد. إذن التغييرين دفعة واحدة، توقع خروج روسيلا أيان. هنا التقدم إلى الجهة اليمنى، محاولة الإبعاد من جانب لاعب أيان. سننتظر التغيير، تطلب من المدرب هل الآن ستتم عملية التغيير؟ بالفعل واضحة الأمور، مدام الحكم تستعد من أجل الإعلان عن اللاعبتين المغادرتين. كرة بالخط الوسط فاطمة تاغناوت، عملية جميلة، تموي من جانب تاغناوت، طريقة تاغناوت، يلا تاغناوت، مشات تاغناوت، وضعت الكرة على تاغناوت، وأمام هذا البول في تشكيل المنتخب الوطني المغربي. الركلة الركنية فاطمة تاغناوت، فاطمة في تنفيذ الركلة الركنية عبر القائم الثاني، فرصة البحث عن الراسية، إبعاد من سومباسو، متابعة هنا العرضية، فرصة خطيرة، متابعة من تلمون، متابعة من تلمون في فرصة تصدي. هنا البحث عن العرضية، مشيت القائم الثاني، مغربية هناك عبر الجهة اليمنى لسكينة ديكي وسراوي، ديكي ستبحث عن العرضية، سكينة ديكي الوسراوي، وبالراس ترتد الكرة، فرصة مغربية البحث عن التسديد، يلا يا غيسر الشباك، يلا يا غيسر من الكرة عبر الجهة اليمنى خطيرة، لكن الابعاد من جانب برشا المراقبة ياسمين مرابط، من جانب العنيق ياسمين مرابط امام مريم تورشون لاعبة ديجون الفرنسية. لعبة سيرفيت دخلت في هذا الشوط الثاني، واحدة من تغييرات الجولة الثانية بالنسبة للمنتخب السويسري. كرة مغربية، تقدم في هذه اللحظات لكن تسرع من طرف اللاعبة سمية الحسن لوسط الميدان، تظهر بعد ما نقولش العيا لكن يظهر بعد الارتباك الان بالنسبة للمنتخب الوطني. كرة سويسرية مشات الجهة اليمنى، تقدم، الفرصة خطيرة، حذاري يا لبوات، حذاري من الضربة القادمة من المنتخب السويسري.
فاطمة تقراوت عبر وسط متر يسارية طويلة، تلقى الفرصة بالراس الابعاد من الحارس لإيماني سيرما متابعة من سيرما، تدر فاطمة تقراوت، فاطمة يجب التمرير أمامية خطوة تيكي تاكا مغربية، تسديدة اللواتي بحثنا عن الضربة القادمة، التسديدة من بعيد من جانب سلم أماني. ايش دقيقة تقدم حضور سرابة للانضباط، لكن في اخر لحظات قد يحضر الهدف القاتل. بنامل انه المنتخب الوطني هو دار استعادة من سلم أماني تواصل بعد ما اليوم دخلت في التشكيلة الرسمية انطلاقة، يجب إيقافها الجماهير المغربية تدعم الآن البؤات من أجل مواصلة الصمود أمام المنتخب السويسري. تلعب مقوسة عبر القائم الثاني، خروج خديجة رميشي، خديجة ولحسن حد خطأ. فاطمة تريد أن تبحث عن الحلول الهجومية، ضاعت لغسان الشباك. جانب البدر يصبح له تأثير كبير بالنسبة لغسان الشباك الوطنية، ضاعت الكرة لكن هنا محاولة الضغط من طرف سلمى أماني. كل دقيق المباراة هنا فاطمة تقراوت تتقدم تقراوت لغسان الشباك، غسان البحث عن التمويه، التمرير لتقراوت، تبادل الكرة بين لاعبتي الجيش الملكي وتضيع مرة. وصلت المباراة وبذلك ربما يجب ان تقتصر على الادوار الدفاعية والتسديدة. كالعادة صور تليق بها وبقيمة بلد المغرب في هذه الأجواء الصيفية الجميلة. الجالية المغربية اللي تتوفد على أرض الوطن في هذه الفترة من السنة من أجل قضاء عطلة العيد، وبذلك من أجل أولا قضاء الأجواء الصيف